من اكتر الفرق اللي لعبها معقد ورغم كده بتبقى مبسوط ومستمتع وانت بتتفرج عليهم. وانا بعمل الحلقه دي رغم انبهاري وانبساطي بولاد بلدي، لكن كنت بسال نفسي سؤال واحد: ليه اتش ما كانش بطل ولا بطوله شارك فيها لحد دلوقتي واكتفى بانه يكون منافس؟ وبعد شويه تحليلات كده لقيت الاجابه هتعرفوها في الحلقه دي. بطوله بي من سي بلاي ان، وفي اليوم الثاني وفي عز ما تيم اتش مضغوط في انه يحصل اكبر عدد من النقاط عشان يضمن مكانه في التوب 7، قدم مباراه بمثابه انذار لفرق المينا كلها. كان عنوانها لعب الاطراف. الستيج الرابع مع زون منشن وبريزون، عبقرينو كان عاوز يلعب من الطرف اليمين لان اليمين اوبن وفي خنادق في السنتر هيبقى اسهل عليه انه يتحرك لها بعد كده. وفعلا كان قرار موفق لان الجزء الشمال كان فيه ضغط تيمات، ودي نقطه عاوزك تاخد بالك منها مع تيم اتش بالذات لان مفيش حاجه هنا صدفه. ولكن تظهر المشكله ان تيم 7 سي بيلعب من نفس الجهه، فهو فايت مجبر عليه، فايت على البوزيشن اللي هو اوبن. وفعلا يظهر استعداد اتش ويظهر فهم الفريق للعب الاطراف واشكال فايتاته اللي بيكون 80% منها اوبن، وبتاكتكس فتح الزوايا والدرايف باي والشينج سيت في اقل من ثواني يكونوا مخلصين على تيم 7 سي. ثواني ايضا، وعساف يعاني الامرين امام ناصر، ليث يعاني الامرين، وعماد في مهب الريح، ويبدو بان باورفul الوحيد المتبقي في هذه اللحظات، الا واذا تم اقصاء كامل لاعبي ال7 سي. اخر اللاعبين انت يا باورفul، اخر المتواجدين بشعار ال7 سي انت يا باورفul. لا يستطيع الصمود امام استيقاظ وعوده لاعبي الاتش. ومع الستيج السادس ينجحوا في انهم يفضلوا على قيد الحياه، ولكن لانهم ماسكين الطرف والزوم بتصغر فالتهديدات من التيمات على جهتين بتزيد، وعشان كده بينتشروا عشان يتعاملوا مع الجهتين لان ده اساس الانتشار. وفعلا اتنين من جهه فورويز واتنين من جهه 721، وكل دو من على جهه بيبدع وبتستشعر الثقه في لعبهم، وفي النهايه يكسبوا ب 11 اقصاء، معلنين نهايه المعاناه في البطوله دي ويفتحوا صفحه جديده مع المينا بعد ما يتاهلوا للبيم جو بمركز رابع في البلاي ان. الجميع الله عليك يا العبقري، الله عليك يا الاتش، والله على العودة في هذه اللحظات. ولكنه يتفادى هذا النيت. زين يتقدم وايو تراكينج ياتي، والاتش هو من يتدخل. اتش يا اتش، انت من تصنع المستحيل. اتش يا اتش. نروح بقى للبيم جو، مرحله الدوري اليوم الثاني والمباراه الرابعه. مع الستيج الثانيه اتش بيلعبوا من على طرف الخريطه من ناحيه ياسناي، والمفارقه العجيبه جدا كل التيمات تكون متكدسه في البيوت مع الزون دي اللي فيها عدد بيوت كبير فعلا، الا تيم اتش يقرر ياخد الفايت على تيم 7 سي بدون ما يخاف من الثيرد بارتي، وكانهم دارسين الزون دي بحالتها وبالفعل يخلصوا عليه. المنتصف والتمركز بصورة أكبر على هذه. يدي يصعب المهمة والدخول أكثر على هذه المناطق. وطبعا هنا اللاعب عبقرينو يسقط الأول، يرد الطار ولا اعتبار. عبقرينو زبيد يسقط أرضا. لقطة ممتازة من ناصر، يا الله يا ناصر، ملا بكات ملا جمال، بكات اليمين وبكات اليسار. ناصر هل يكون هو صاحب الإسقاط الأخير؟ الله عليك يا ناصر. وعين عبقرينو كانت واضحه، المنطقه الاوبن اللي فوق دي هي المنطقه اللي هيلعب منها، ويروح ويقصي لاعبين من تيم العلا ويفرد ادراعته على الخريطه ويكسب اكبر قدر من المساحه، وفي وسط كل التيمات بتكافح وبتنزع بعضها على البيوت وهم متكدسين. تيم اتش بيجمع انفوهات على راحته ومستني الزون اللي بعدها لحد الستيج الخامس، وتيجي عبقرينو لعب الاطراف فيه جديد كل شويه، بتبقى قاعد على خف عفريت. مرحله لا نهائيه من تجميع الانفوهات، من السكاوتنج، من كسب المساحه والحركه، ومن قراءه المواقف السريعه والقرار اللي لازم يكون سليم. عبقرينو في الموقف ده قسم الفريق ك3-1، هو يفضل ماسك ويجمع اقصاءات من بعيد على الفوضى اللي بتحصل خارج روز هوك بين التيمات ويحاول يجيب مركز، وثلاثه يحاولوا من على الشمال للخريطه انهم يشقوا طريقهم للنجاه ويحصلوا اكبر قدر ممكن من الاقصاءات. ومين عارف يمكن الزون تروح لهم، وساعتها لو نجحوا يخلصوا الطرف ده الجيم هيبقى مكسب ليهم. يعني عبقرينو مسك العصايه من النص وطلع اكبر قدر ممكن من النقاط في اكتر وضع عشوائي وصعب، وبحرفنه فاهيتا وسبيد وناصر يكسبوا الفايتات على الكي اتش كي وداتا الريمال، وعبقرينو حصل نقاط على الجي كي عشان يطلعوا ب 17 اقصاء وفي المركز الرابع. تواجد على أن يحد من ذاك التواجد ويتقرب على أن يحد من رمال الذات، من رمال ليبيا التي تريد أن تجتاح أرض أرانجل. ونتكلم عن أنس صاد فايت الآن والإتش يقدمون المستوى الجميل، وعبقر من هناك يتوجه على العفاريت. عبقرينو يقرر أن يتدخل على العفاريت على الأول. الله يا عبقرينو والله. حد يقول لي بقى غازي بس ده الدوري، اقول لك صح، وعشان كده في مباراه كمان من الدوري.
في اليوم الثالث المباراة الثانية تيم اتش دخل يسنايا من بدري، وعلى غير المعتاد يعني ما يلعبش من الاوبن ولا الاتش عشان يبقى في قلب تكدس التيمات، وعلى عكس المتوقع تيم اتش فعلا يثبت ان هو عنده فاير باور كبيرة جدا، يخلص على تيم العلا ويخلص على تيم داتا الرمال والسي بي 9 ويبقى هو الفريق الوحيد اللي نجا من ضغط التيمات دي. أن يعودون وأن يتمركزون وأن يذهبون من هناك عبقرينو، وبتواجده بإقصاء وحيد للاعبين الاتش، وبالتواجد على هذا المكان عبقرينو من هناك. ناصر يضرب على العلا ويقرر أن يعمق الجراحات، تتبدل الأحوال والحال ليصلون على هذا المكان، وعبقرينو يريد أن يعمق جرح العلا من هذا الزمان. العلا عانى كثيرا بالتحديد، ويبقى معنا لاعبا وحيد ليغادر الوحيد كذلك. الآن يحقق الباك تو باك سبيد هنا من قريب، ولكن اسقاط لناصر. هل ترد الطار والاعتبار؟ سبيد بعيد، وعبقرينو هنا فريق ذات الرمال. عبقرينو يستقبل الأول. عبقرينو الله على الجرأة يا عبقرينو، تقدم يا عبقرينو، تحرر من مكانك يا عبقرينو، جميل يا عبقرينو، الله عليك يا عبقرينو. اسقط الأول والثاني، هل يسقط أحلام الثالث؟ لكن الله عبقرينو الجميل والجمال اسقط 3 الآن ويؤكد الإقصاء الأخير. جن جنون عبقرينو، جن جنون عبقرينو. في مواجهة أفضل تيمين في المباراة دي وأفضل بوزيشن ليهم ايكورد والفيجن، إلا إن الاتش لا يعرف المستحيل. وبلقطة تختصر لك اللي حصل، شوف بعينك كويس وحلل انت. عايلهم بصوا ماشي هجيبه انا ده، وانتوا جبته يو. ونروح للفاينل في اليوم الثاني، وبالتحديد في المباراة دي. في المباراة دي عبقريين وضح لنا مهارة مهمة جدا، وهي قراءة الموقف والقرار الصح. اتش ملوش دخل للزون، لأن لو قرر يبوش على الفورويز السي بي 9 هيدخلوا كسيرت بارتي، ولو قرروا يبوشوا على الرعد العلا والفورويز والسي بي 9 من زاويه مختلفه هيأثروا عليه. لو نجحوا ان هم يبوشوا اساسا فتيم رعد ليه افضليه. طب ايه الحل بقى؟ الحل اللي هو عمله عبقرينو، ان هو يمسك العصايه من النص ويصبر، سيب الخصوم تنشغل ببعضها والفرصه هتجيلك. واللي يحصل ان السي بي 9 يخلص على الفورويز والرعد يخلص على العلا، والزون خلاص بتتحرك والوقت بيخلص، ولكن الفرصه تيجي. زاكس يحاول يخرج من الكومباوند ويمسك مساحه على السي بي 9، فسبيد يوقعوا نوك. وطبعا لانهم قاعدين مستنيين الفرصه وفاهمين كويس الموقف اللي هم فيه، لما قرأوا البرودكاست مسج ما سموش، خدوا بعض على طول وبشوا على رعد، واللي قدروا يكسبوا عليه. نتكلم على اطراف وعلى جهه يسرى تكون حاضره من زاكسيلان فقط. إن لم تكن من أجل جمع المعلومة فستكون من أجل إسقاطات ستسجل ما بعد قليل عن طريق هذا اللاعب. هنا رصاصات من سبيد اتش، فريقين ثنائية مصرية تتواجد، وكذلك هناك فريق بي ما بين مطرقة وسندان، ما بين الرصاصات أول وثان. ممكن نشوف انه ريفايف في هذا المكان، هذا خاطئ ايضا، فذهب الان وخرج هذه المباراة. فريفايف لم يكن هو بالمكان عن دخول على الرعد سبورتس على الثنائية. نيد هذا اسقاط مصرية الان في هذا المكان ما بين نصها، ما بين لاعبين الرعد وكذلك اتش. نيد اخرى تحاول اسقاط اللاعب ناصر لكن لم يسقط ارضا، وكذلك بعد تقرب عبقرينو مولوتوف في المكان، محاولة بالنيد ما بين رعد ما بين اتش. نيد على فيفو اسقاط عن طريق ناصر بدقة عالمية، أتت ضربت اسقطت كذلك بهذا المكان. محاولة على الرعد سبورتس، اسقاط سجل عن طريق ناصر، 4 اقصاءات في هذا اللاعب الفردي. رعد والاسقاط الثاني، والان يتساقطون واحدا تلو الاخر، والان حتى السبورت صعب، وكان بموقف افضل، كان الرعد بموقف افضل. حاول كل السيطرة كل القرار كل الامر لدى لاعبين اتش بهذا المكان، انهوا على نصها. سي بي 9 يستغل الموقف، يمسك المساحه كلها وكل الزوايا، وتعامل افضل من ممتاز من السي بي 9. وخلاص اتش مركز تاني، عملوا جيم جميل جدا، ولكن سبيد فوق المتوقع وفي وضع صعب زي ده بحرفنه يجيب نقطتين عشان يعرفكم بنفسه اكتر ويمثل شخصيه اتش اللي بتنافس بقوه وبعقليه مغايره. يا سبيد ممكن والله يا سبيد في بعض المرات من الظلام إلى النور يتغير كل ما كان منظور، وقد يظهر سبيد باللون والقوة الأكبر. هنا الرصاصات تأتي ولكن ديكستر. وفي أهم يوم، اليوم الأخير من البطولة، في المباراة رقم 3، وفي عز استفاقة اتش في اليوم ده، نشوف مباراة تانية بتوضح مدى قوة الفريق ده في لعب الأوبن. اتش بيتحرك مع حركة الزون، واللي ما كانتش بعيدة عن اللاند بتاعته وهي من التباور، ياخد مكان أوبن على
على يمين الزون كالعاده. وفكره اتش هو ان بالعربيات بتاعتنا احنا في بيوت متحركه، يجمعوا انفوهات، يدخلوا كسيرت بارتي، يحصلوا اقصاءات من على بعد، والمصادفه برضه يعني يكون الجزء اللي بيلعبوا منه اقل فيه ضغط التيمات على عكس الجزء الشمال. وحد يقول لي طب ازاي بقى يا غازي كل مره يكونوا بعيدين عن ضغط التيمات وبيلعبوا من الجهه الاقل ضغط؟ اقول لك ليه ولكذا سبب. الاول، تشيلز مدرب لاتش من المدربين الاقوياء جدا ودور في تاريخه ومن القدامى كمان، فهو شكل وعي عبقرينه للوبي ده من ناحيه الروتيشنات، اماكن تشيك بوينتس، ودراسه حالات الزونات زي نمطها كده يعني. والسبب الثاني ان فكر لعب الاوبن ده مش دارك قوي في المينا، لانه صعب ولانه خطير ولان حساباته كتير، فالسيطره على البيوت والاماكن اللي يتلعب منها هو اسهل بالنسبه للتيمات. ولنفس الاسباب دي اتش بيكسب اغلب الفايتات الاوبن لانه متمرس عليها كويس، وخصومهم نفسيا مش بيحبوها. يعني مفيش ولا فايت دخلوا الاتش مع فريق تاني وكان سهل عليهم، وعشان كده الاتش بيدخل الاند زون باقصاءات عاليه، وعلى الاغلب جهته بتكون كلها فاضيه وماسك المساحه ومجمع انفوهات ومنتشر في الخريطه كلها. وده بالظبط اللي بيحصل في المباراه دي. خلصوا على الجي كي ومع حركه الزون الخامسه عبقرينه يبقى في نفس الموقف يقيمه ويدي القرار انه لازم يخلص الجهه اليمين، ويشاء القدر ان العلا وال7 سي والرعد والفيجن يفايتوا بعض وتيم اتش ما قداموش الا 7-2-1، ويظهر ساعتها بقى عيب الاسلوب ده. اذا ما كانش الفريق على نفس الوتيره من السرعه والقوه والحزم هتقابلك مشاكل، زي ان 7-2-1 اقوياء جدا في الفايتات على اماكنهم، واتش يطول في الفايت معه ويخسر لاعبين، ولكن ينجح في النهايه انه يخلص عليهم ويطلع مركز ثالث 10 اقصاءات. آخر جريح، ثالث يتحرك، الكل يبحث عن مكان أفضل، الكل يعرف أن يرانجل صعبة جدا ولا تتحمل. تور. وفي هذه اللحظة الله 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 فايتا ينهي ريهان هو الوحيد في هذا المكان في هذا الامتحان. المدربين والمحللين لأيام وأيام لدراسة شو الثبات الانفعالي اللي كان يمتلكه هذا اللاعب امام اللاعبين يتحركون امام النوكات. برافو على كوبس، واحد من افضل اللاعبين على مستوى العالم، والتقرب اكثر من قبل اتش امام التشكيله لاعبي فريق 7-2-1. ريهان وفاهيتا لاعب بالقرب من لاعب والنهايه ليبيا عن طريق فارس المتوسط القوي فاهيتا الساحر 10 اقصاءات. ونروح لافضل مباراه شفتها للاتش، وهي مباراه ميرمار ما قبل الاخيره في اليوم الثالث من نهايات بيم جي او. مع خط الطياره دي اتش بينزل متفرقات، ومع شفت الزون الاول بتتضح خبره وفهم عبقرينه للخريطه دي انه يدي اولويه للهاي في ميرمار مش الكومباوند، وافضل مكان في الجزء اليمين يروح يمسكه من بدري. ومع تجميع الانفوهات والزون الثانيه تكون الهاي دي على طرف الخريطه من ناحيه اليمين، ويعدي كذا روتيشن ويحصل فايتات لتصادم الروتيشنات بين سي بي 9 والعلا وداتا ريمال، ويحصل منها اتش اقصاء. ولكن في شيء لاحظته ان تيم اتش ما استعجلش بالحركه قدام، كانه عارف ان في تيم دايما بيتاخر في روتيشنات ميرمار وهو تيم كي اتش كي، واللي بيقرر ياخد عليه الفايت ويعمل عليه جيت كيبنج، وهو مش خايف من الثيرد بارتي. للمره الكام دي بقى فكرني كده الفرصة بشكل كبير للفريق لأنهم بحاجة إلى الدخول إلى نطاق هذه الزون. الزون قد أتت والرصاصات قد ضربت وفاهيتا قد أسقط بداية على لاعبين كي اتش كي وسبيد بالمكان الآخر، لكن الرصاصات تطل على هذا اللاعب يمنعه حتى من البيك بعد الإسقاط الأول الذي سجل على كي اتش كي. سموك للتغطية، رصاصات من ولود من الجهة اليسرى، محاولات من كي اتش كي، لكن رصاصات وزيادة برصيد لاعبين اتش. هذا ما يبحث عنه في هذه اللحظات، يبحثون عن نهاية كي اتش كي. الرصاصات ستسقطك الآن يا عرفان عن طريق ناصر الثاني يسجل لكن كل شيء مدروس ومتحضر. واول 3 اقصاءات في الجيب، وبعدها يدخل الزون من قدامه من الاوبن وياخد فايت على السي بي 9 لان الزون ما عادش فيها محاوله، هي من الجهه دي اجبر ان يلعب عليها، فلازم يفايت على البوزيشن ويكسب الفايت. صار يا فيجن، الفيجن تحت النار، لاعب اخير يتواجد ممكن من الفيجن سيضع ضغطا اكبر. هنا محاولاته يا ناصر، نقاط الفيجن عند 115 نقطة. ايوه اخبار لل7 سي، اي متعة للاريت، اي محاولات للسبيد والاتش اللي بدأ يطارد حتى المركز الثاني. وكده بقوا 6 اقصاءات. مين لسه على الطرف معاه؟ الايكورد 7-2-1 يمسك عليهم ناصر، وفاهيتا يمسك من زاوية تانية جوه زون، وسبيد ماسك زون وبيكسب مساحة، وفايت اوبن ثالث ما تعبوش فيه لان الصعب عدى وبقوا 8 اقصاءات. وسبام ومن ثم أخذ الإقصاء وغادر المتصدر في هذه المباراة بإقصائين. يعني الفارق حاليا ملا 3 نقاط فقط متواجد ما بين المتصدر والوصيف. أما المستغل ويجب أن يستغل هو R8 ووجود عمور، يجب أن يقدم كل الدعم لهذا اللاعب، يعني يأخذ من خلال هذه النقاط وهذه الأطراف كل الإسقاطات والإقصاءات. أما فاهيتا هو من يأخذ الجمل بما حمل على الأول مرة. نرجع بقى للعب الحركي، والمقصود به إنك بتتحرك بكيرف الزون بالعرض
مش بالطول. وقت ما يكون الطرف بتاعك بقى مكشوف وصعب، واللي استغلوا الفايت بين الهانترز وار 8 عشان يتحرك للهايت الثانيه، وفعلا يوصلوا ولكن يقصى فايت ويخلصوا على ار 8 ومعاهم 11 اقصاء، والصعب عدى ماسكين افضل مكان في الزون، كل التيمات بتفايت بعضها، وتمرين ايم بالنسبه لناصر وسبيد، وقدروا يحصلوا 4 اقصاءات كمان سهلين، مركز تاني بافضل اداء شفته في البي ام جي او، باجمالي 15 اقصاء ومركز تاني. المطاردة من السفن سي 4 وقرر النهاية على الجميع. حصار خانق حارق امام الجميع يقدمه لاعبي فريق الاتش على الكل. لاعبين متواجدين، هذه الرصاصات ستاتي، التحرك صعب، ردة الفعل قد تكون حاضرة، والعلا يا العلا يا العلا، التشيكن دينر للعلا، الصدارة قد تأتي للعلا، الانتصار للعلا في هذه اللحظات، يعني الصدارة ولملا مطاردة المتصدر من الاتش. الفراعنة ب15 نقطة. وبعد كل ده اظن الاجابه عن عنوان الحلقه بقى واضح، وهو ان فعلا لعبهم ممتع ومسلي بشكل كبير. لكن الاجابه على سؤال ليه اتش ما كانش بطل ولا بطوله شارك فيها لحد دلوقتي، فهي الاحصائيه. عشان تقدر تفهم مزايا ومساوئ اسلوب لعبهم، اتش في مباراتين بس قدر يحصل 41 نقطه لما فرض فيهم اسلوب، واللي هو عنوانه مخاطره كبيره ولكن المكافاه اكبر. يعني نجح في مباراتين بس من اصل 18 مباراه، 12 منهم بيحاول يطبق فيهم ويفرض اسلوبه، وتحصل عواقب وتحصل ظروف، ويكون حاصله ال 12 مباراه دول 61 نقطه، يعني تقريبا 5 نقاط في كل مباراه. وده اللي فهمنا حاجات كتير. اولا ان الاسلوب ده اللي فيه مخاطره كبيره وتعقيد كبير لما يتنفذ صح بتاخد اكبر عدد من النقاط. واللي بالمناسبه يعني اتش اكتر فريق عربي كسر حاجز ال10 اقصاءات في ال3 بطولات اللي فاتوا دول، ومن اكتر الفرق اللي معاها اقصاءات برضه في ال3 بطولات. ولكن مشكله الاسلوب ده اللي هو الانفجاري بتقدر تبني عليه رصيد من النقاط، ولكن بطل البطوله بيعتمد على الاستمراريه والاستقرار مش الانفجار. يعني بالمختصر المفيد، في بي ام سي مصر وما قبل سيناريو المباراه الاخيره واللي كان مجنون، ايه اللي خلى افضل فريق في مصر يبقى في المركز الثاني بفارق 19 نقطه عن فريق لسه جديد؟ وايه اللي خلى فريق في بي ام سي بلاي ان لحد نص اليوم الثاني مضغوط ومش مطمن على مركزه؟ وايه اللي خلى الفريق لليوم الثالث في نهايات البي ام جي او يظهر كمنافس على البطوله من العدم؟ والاجابه هي ان المحاولات المتكرره لفرض اسلوبه المعقد واللي اغلبيته بيبوء بالفشل بيضيع عدد من النقاط كان اسهل انه يحصلها او يتحكم في رتمه في البطوله، انه يركز على الفوز في بعض المباريات ويعلي من متوسط حصد النقاط، ويضغط نفسه في بعض المباريات اللي دارسها انه يفرض فيها اسلوب. وده اللي لسه هيكتسبه ويتعلمه تيم اتش، ان في الاول وفي الاخر يعني هم فريق جديد وتشكيله جديده، ولكن مبهره وممتعه وفخر لاي مصري. المصري اللي عانى من ظلم واتهامات في طريقه لعبه مهما كانت النتيجه يعني، ومهما كانت النتيجه في البي ام جي او مين ايفنت، فالفريق ده ليه مستقبل كبير مع الخبره والاحتكاك بالفرق العالميه. ونقدر نقول ان مبروك على مصر، فريق عالمي بشخصيه واضحه. وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان اوصل ل1000 مشترك، وتسيبوا رايكم في الكومنتات، وتتابعوني على التيك توك والانستجرام، وتدعموني عشان اكمل في المحتوى اللي انتم بتحبوه.